فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. حضرات السيدات والسادة مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ولا ومرحبا بكم في نقل تلفزيوني مباشر لمباريات المنتخب الوطني المغربي وللقاء الودي الثاني بعد أن تابعنا مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام المنتخب الموزمبيق. الآن سنتابع الإطلالة أمام منتخب أوغندا، واحد من المنتخبات التي ستكون حاضرة على مستوى المشاركة الإفريقية، واحد من المنتخبات اللي ممكن نقول على أنها تأتي في هذه الظرفية. هنا بمدينة طنجة، هنا صورة على الجماهير، صورة على المناصرين، صورة على المتابعين الذين يحضرون في المدرجات والذين يتابعون هذه المباراة، وأيضا سيساندون لا محالة عناصر المنتخب الوطني المغربي وسيبحثون من أجل مشاهدة مقابلة جيدة رائعة. نتمنى أيضا لكل مشاهدي قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المغربية، تابعنا الاستوديو التحليلي وتابعنا أيضا كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة لهذه المباراة وللحوار الذي سينطلق بين المنتخبين. الصور جميلة في المدرجات صراحة من الصغار السمر وأيضا غيرهم من الأسماء المغربية. الملاعب المجهزة، كرة ممتازة، محاولة الوطني المغربي، تمريرة الجهة اليسرى عند حمزة إيكان أو تمريرة ديال الكيفية من الجهة اليمنى، عملية هشومية ونايل العيناوي يضع الكرة في الشباك معلنا عن أولى أهدافه مع المنتخب الوطني المغربي. نايل العيق معلنا عن أولى أهدافه مع المنتخب الوطني المغربي. نايل العيناوي من الجهة اليمنى تعامل مع هذه الكرة، لعبها بشكل ممتاز وتمكن من وضع الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الأول في الدقيقة الخامسة أو الدقيقة الرابعة يجي الهدف الأول. هذه البداية التي تأتي من جانب المنتخب الوطني المغربي. ده 1-0 وداخلين بأسلوب هجومي، وهذا الوالد حكم كيخلي الامتياز على معترك المنتخب الأوغندي. كرة تنفذ في الخط المزراوي، مزراوي عند مرابط تمريرة ممتازة في العمق، محاولة تهم كرة القدم النسوية، لكن دعونا نتابع هذه اللقطة وسنعود. والمركز الرابع لستراسبورغ ب 22 نقطة. هجومية بهذا الشكل، محاولة المنتخب الأوغندي إلى خارج رقعة الملعب، إلى خارج رقعة الملعب. تمريرة عرضية، فرصة الهدف الثاني. يلا نايل العيناوي دربها كرة لصالح المنتخب القارات العالمية، ونشوف هنا هذه محاولة بهذه الكيفية. وقبل ذلك هناك رأي مرة رجعنا ل 1972، هذه عملية هجومية، كرة من دياز، محاولة هذه الكرة تنفذ أمامية، محاولة مغربية، فرصة إمكانية تسجيل الأهداف جاءت من جانب الصباري اللي قام بدياز. برايم المراوغة، اختراق، سيدا مباشرة صوب الحارس، سيدا ديال برايم دياز، لعب الكرة ديالو داخل منطقة الجزاء، حاول ما أمكن. ممتاز شبيل، هذه تمريرة صوب إيكان من بعيد عليه الكرة. مرابط كيف ما تابعنا في اللقطة الماضية تحديدا، غانم غادي يوصل الكرة ديالو، تمريرة عرضية، فرصة تسديدة من الأقدام ديالو، كرة لصالح المنتخب الأوغندي، تسديدة بهذه الكيفية مباشرة صوب الحارس. ثاني تسديدة المنتخب الأوغندي منذ تمريرة بهذه الكيفية، محاولة الاختراق والدخول داخل لإبراهيم لدياز، الاختراق، الدخول داخل منطقة الجزاء، تغطية دفاع. هنا كنشوفوا التدخل قابلة في الشيء الحالي، لكن يذكرنا أجيال خاصة بالاسماء البريرة. المزراوي نصير داخل منطقة الجزاء، تمريرة عرضية ولكن تقاز، اختراق، دخول داخل منطقة الجزاء، فرصة من ابراهيم دياز، تمريرة مطلوبة كترجع عند ابراهيم دياز، دخول داخل منطقة الجزاء، كيسدد ضربة مرمى. كيقول الحكم في الوقت اللي ابراهيم دياز نزل امام جوج ديال اللاعبين، استعمل الصدر ديالو في الوقت اللي كنشوفوا ايضا حارس المرمى مزراوي. ماذا يفعل مزراوي؟ تمرير عرضيه، فرصه ممتازه، هدف ثاني للمنتخب الوطني المغربي عن طريق اسماعيل الصباري في الجهه اليسرى، كيتمكن باش انه يدخل داخل منطقه الجزاء وكيركن الكره في الشباك باسلوب مميز. اسماعيل الصباري تعامل مع الكره بشكل ممتاز، تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء، ما ننساوش بأنه صاحب التمريرة اللي جاء من خلال الهدف الأول المنتخب الوطني المغربي، والآن هو صاحب الهدف. تمريرة عرضية عن طريق نصير مزراوي،
وكيتمكن من وضعها في الشباك اللاعب اسماعيل السباري. لاحظوا التموضع ديالو، المكان اللي كيتواجد فيه، وايضا كيفاش انه انهاء الكره. هنا الدور ديال التموضع، وهذه محاوله خطيره للمنتخب الاوغندي. تمريره أوناحي مرة أخرى، تمريرة ممتازة عند دياز بالكعب، تنفذ هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، رأسية، محاولة تعامل مع هذه الكرة ولكن إلى خارج رقعة الملعب. في كأس الأمم الأفريقية المقبلة وأيضا في كل المشاركات الهجومية لصالح المنتخب الوطني المغربي بهذه الكيفية، فرصة المرور، رأسية. واحد من اللاعبين اللي يلعبوا بشكل اساسي في مستوى الدوري الاحترافي، انوي معقل الفريق. كره في الجهه اليسرى، انس صلاح الدين يرفع هذه الكره داخل منطقه الجزاء ومباشره في الشباك الخارجيه. محاوله تاتي بهذه الكيفيه ولكن تمريره جيده عن طريق أوناحي تسديده جميله. الحارس ما تمكنش من ايقاف هذه الكره. أوناحي ملي كياخذ الكره كيزيد الامام. محاوله من الجهه اليسرى عند انس صلاح الدين يرفع كره داخل منطقه الجزاء. المشاركه الانجليزيه كره بهذه الكيفيه، محاوله بالراس من شواد اليميق، الارتقاء فوق الجميع والراسيه عن طريق السباري، اسماعيل السباري، تمريره داخل منطقه الجزاء. أوناحي المدرب والوقوف على الخطط رواندا. هذه مباريات تحس بان فيها نديه كبيره، فيها من خلال شو كره ودخول داخل منطقه الجزاء. اسماعيل ضغط من السباري، عادت لأوناحي تسديده جميله من أوناحي، كره مباشره الى خارج رقعه الملعب. أوناحي كان قريب من اسكان الكره في الشباك، جاتو هديه. السباري ماذا يفعل؟ كيرفع كره داخل منطقه الجزاء، فرصه هذا ابراهيم دياز، الاختراق، الدخول داخل منطقه الجزاء، محاوله ممتازه ولكن الحكم يقول ليس هناك شيء. ابراهيم دياز الذي فعل ما شاء في الشوارع الاوغنديه والذي ولا ستيفن استعنى بالتمريره العرضيه جانبيه، تغطيه من جانب الدفاع. نصر مزراوي يخرج هذه الكره، تعود من جديد لصالح المنتخب الاوغندي. الجهه اليسرى، الانسلال عند صلاح الدين، تمريره داخل منطقه الجزاء، تسديده ولكن السباري لم يتمكن من التعامل معها على النحو الامثل. نايل العيناوي، كره لابراهيم دياز يسدد ولكن الحارس في المكان المناسب. كره في الركن، منطقه دفاعيه الان، المحاولات قليله جدا ما نشاهده الان. فرصة الانسلال، سفيان رحيمي، الاختراق، مرور ممتاز وسقوط، ضربة جزاء يقول الحكم، ضربة جزاء. هذا هو سفيان، هذا هو رحيمي، هذا هو اللاعب المطلوب، نعم اللاعب الذي بإمكانه أن يقتنص انصاف الفرص يستغلها. سفيان يتقدم، جول، هدف ثالث للمنتخب الوطني المغربي، هذه المرة من نقطة الجزاء. لاعب ذو 29 سنة، لاعب العين الإماراتي الذي وضع الكرة في الشباك الرشاوي السابق، اللاعب الذي يلعب مع المنتخب الوطني المغربي ل 29 مقابلة. نعم بلياس خماش، دخول داخل منطقة الجزاء، تمريرة ممتازة، الهدف الرابع امضاء بلال الخنوس الذي يضع الكرة في الشباك معلنا عن رابع الأهداف. كنا نتوقع أن الرابع قادم وقابل المباراة أن تستضيف هدف أو أن يكون فيها هدف رابع، وذاك ما فعل بلال الخنوس. تمريرة عرضية جانبية واستثمار ممتاز من بلال